أقرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن منتخب السنغال خاسرا أمام المغرب بثلاثية دون رد في نهائي كأس أفريقيا. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم بناء على أحكام المادة 82 من لوائح الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية تعود إلى الواجهة من جديد، فقبول الكاف للاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما يخص العقوبات الصادرة عقب أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فتح الباب أمام إعادة النظر في هذا الملف ومراجعة العقوبات الصادرة سلفا والتي أسالت الكثير من مداد الانتقادات. الطرف المغربي اعتمد بالأساس على المادة 82 من لوائح الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، والتي تنص على انه في حال انسحاب فريق او رفضه اللعب او مغادرته ارضية الميدان قبل نهاية المباراة دون اذن من الحكم يعتبر خاسرا للمباراة ويستبعد نهائيا من البطولة. الدفعات القانونية للمغاربة ركزت على ان توقف المباراة لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة الجزاء لصالح إبراهيم دياز لم يكن مجرد احتجاج طبيعي، بل كان انسحابا فعليا منظما من قبل الجهاز الفني للمنتخب السنغالي. كما أن عودة السنغال للملعب لم تكن لتحدث لولا الضغوط، وهذا التوقف أدى إلى التأثير على مسدد ركلة الجزاء وفقدان اللاعبين المغاربة لتركيزهم، وهو ما ساهم في تصديعها وتغيير مسار البطولة لاحقا. دفعات الطرف المغربي جعلت اللجنة التأديبية تراجع العقوبات الصادرة سابقا والتي أثارت جدلا كبيرا ليتخذ القرار باعتبار منتخب السنغال خاسرا أمام المغرب ب3 أهداف دون رد في نهائي كأس إفريقيا. وهذا القرار جاء بعد قبول استئناف المغرب الذي اعتبر أن السنغال انتهكت المادتين 82 و84 من نظام اللوائح الانضباطية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم. صحيح أن قوة هذه المادة منحت لجنة الانضباط بالكاف تطبيق عقوبات رادعة في حق المنتخب السنغالي، لكنها بالأساس تروم مبدأ العدالة الرياضية ومنع تكرار سيناريو أحداث نهائي كان 2025 الذي أساء بشكل كبير لكرة القدم الإفريقية. وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع أرحب بمراسل قنوات بين سبورتس مهدي فودي من الرباط. مهدي، مساء الخير. ما هي أبرز ردود الفعل في المغرب بعد القرار المفاجئ مهدي الذي أصدرته لجنة الاستئناف بقبول استئناف الاتحاد المغربي للقرارات السابقة الصادرة عن لجنة الانضباط، وبالتالي يعني مهدي اعتبار المنتخب السنغالي منهزم على الورق؟ صحيح نطلي، مساء الخير لك ولنابغ ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. في الحقيقة هي مفاجأة سارة بالنسبة للرأي العام المغربي وحتى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ربما التي انتظرت طويلا هذا القرار يعلن أخيرا كمساحة ضوء تعيد ترتيب المشهد إن صح التعبير الذي كان يحتاج لقراءة أكثر اتزانا من حيث الوقائع، لأنه الوقائع الميدانية تظهر ربما اختلاف في المسؤوليات. انه انسحاب مدرب المنتخب السنغالي وكذلك لاعبي اسود التيرانجا من الملعب كانت نقطة التحول، وبعدها شاهدنا الاحداث التي شاهدها الجميع، وبالتالي هي نقطة ضوء في نهاية النفق بالنسبة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي اعتبرت القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط سابقا غير متناسبة مع خطورة الافعال وكذلك مع الأفعال التي تمس بصورة المسابقة الإفريقية بمبدأ تكافؤ الفرص وحتى بسلامة المشاركين. وهنا اقتبست الجمل التي استعملها الجهاز المغربي في البيان الرسمي حين أعلنه اللجوء إلى الاستئناف، وبالتالي هذا القرار ربما يرى الرأي العام المغربي بأنه ينصف المنتخب المغربي، ينصف الجامعة الملكية المغربية باعتبار المنتخب السنغالي منهزما على الورق
بالتالي يسحب منه اللقب، وذلك بعد مخالفة المادتين 82 و 84 من نظام المسابقة الإفريقية كأس إفريقيا. وشعور من الارتياح بالنسبة للجامعة الملكية المغربية وكذلك الرأي العام وحتى الجهاز المغربي، ربما في مقاربته حينما أعلن اللجوء إلى الاستئناف لم يكن يريد أن ربما يصادر حق المنتخب السنغالي في التتويج أو التنافس بقدر ما كان يطمح إلى تطبيق القوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي يعني بالحرف وعلى جميع المستويات ودون استثناء. وفي نهاية المطاف ربما لجنة الاستئناف تستجيب للدفعات القانونية للجامعة الملكية المغربية، وهنا سيفتح نقاش آخر بكل تأكيد. قد يلجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى سلك مساطر قانونية لدى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، لكن الواقع اليوم وواقع اللحظة يؤكد بأن المنتخب السنغالي منهزم على الورق بثلاثية بيضاء، وبالتالي يسحب منه اللقب، والمنتخب المغربي هو المتوج بهذه النسخة على الورق إلى حدود هذه اللحظة.